السلام عليكم. حسب قرار وزارة التربية الأخير إنه إذا أنت كنت ممتحن، يعني المهم أنت مشارك بالامتحانات النهائية الوزارية، حتى لو ممتحن بس بمادة واحدة، المهم إنه أنت داخل وزاري وبالدور الأول، حتى لو أنت راسب كل المواد يحق لك إنه تمتحن دور ثاني. وهذا القرار انطوه قبل كم يوم وأنا بلغتكم، انطوه الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط. أما طلبة السادس الإعدادي هم بالأصل حتى لو أجلوا كل المواد، رسبوا بكل المواد، هم معيدين. هذا القرار من زمان، بس هسه بالجديد منطين للثالث متوسط وللسادس اعدادي بانه يقول لك حتى لو رسبوا كل الدروس بالدور الاول يحق لهم يمتحنون دور ثاني. اما اذا انت كنت طالب يعني ما داخل وزاري، ما مشارك بالامتحانات النهائيه، هذا القرار ما يشملك. هذا القرار يشمل فقط الطلاب اللي يعني شاركوا بالامتحانات الوزاريه، دخلوا وزاري وبالدور الاول، حتى لو طلعوا بماده بمادتين بثلاثه عشان ما بكل المواد يحق لهم يمتحنون دور ثاني. يعني هسه جميع الصفوف الوزاريه اللي هم السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي، حتى لو وقعوا بكل المواد يقدرون يشاركون بامتحانات الدور الثاني، لهم حق بهذا الشيء. ليش انت نزلت لنا هذا المقطع؟ انا اقول لك ليش. لان اكو طلاب يعني ما شاركوا بالامتحانات النهائيه، ما دخلوا وزاري، وعبالهم هذا القرار انه هم راح يشملهم ويقدرون يمتحنون دور ثاني. طبعا مثل ما قلت لكم قبل قليل انه اللي ما داخل وزاري ما له حق يمتحن دور ثاني. انت راح تقول ليش اللي ما داخل وزاري ما نصفوه خلوه يمتحن دور ثاني ويا طلاب الراسبين بكل المواد؟ انا اقول لك ليش. لان اول شيء ذول الطلاب اللي ما داخلين وزاري لازم يطلعوا لهم بطايق من جد كليتهم، يطلعوا لهم بطايق والنوم يرسلوها للمدرسه والمدرسه تدوس عليهم، يعني شغله جدا معقده. لهذا ما نصفوهم. لازم تركز على هاي النقطه. من قايل لك حتى لو انت بمتحن ماده واحده وباقي المواد ما ممتحنها، هم يعني حق لك تمتحن دور ثاني. هذا القرار يعني حتى لو اكو طالب وزاري، يعني طالب وزاري هو دخل وزاري صحيح بس ما امتحن ولا ماده، هذا القرار ما يشمله بالدور الثاني. شلون يعني ما يشمله؟ يعني اذا انت بالدور الاول ما ممتحن ولا ماده، يعني حتى لو انت طالب داخل وزاري ومستلم البطاقه مال الوزاري ما امتحنت ولا ماده بالدور الاول، يعني ما راح تمتحن، هذا القرار ما راح يشملك، ما راح تمتحن. يعني دا يقول لك اذا انت طالب داخل وزاري وامتحنت دور اول بكم ماده رسبت مو مهم، يعني الشيء المهم انه انت تقدر تمتحن دور ثاني، عسى ما راسب كل المواد، عسى ما طالع بكلهن اللي هن 8 دروس عندك، عسى ما طالع بكلهن ولا بماده ناجح، هم يعني تقدر تمتحن دور ثاني. الحمد لله والشكر انه وافقوا على هذا القرار، وهاي فرصه جتكم من العمر. فكل طالب كان يعني راسب ووقع باكثر من 3 مواد وراسب خليه يشد حيله، لان هاي فرصه من العمر وبعد ما تتعوض. شكو طالب راسب خليه يشد حيله حتى ان شاء الله ينجح من الثالث ويخلص. يعني لا تفكر ابد انه سخت بهاي الفتره قبل امتحانات الدور الثاني، ولا تفكر تقرب ليله الامتحان، هذا الشيء جدا غلط. فالمطلوب منك انه بهاي الايام اللي قبل امتحانات الدور الثاني اشد حيلك حتى ان شاء الله تنجح وتخلص من الثالث متوسط. فعلى العموم الف الحمد لله والشكر على هذا القرار، واخيرا بعد معاناه وبعد مناشدات واخيرا وافقوا على هذا القرار. وبالمناسبه كل مواد الثالث متوسط نشرتهم بهاي القناه، يعني من حيث نمط الاسئله، الاشياء المهمه وصيغ الاسئله وشكو شيء تريد تسمع عن كل ماده وتعرفها موجود بالقناه. يعني اي ماده ببالك تريد تعرف عنها كل شيء على مود ان شاء الله تستفاد وتروح بالدور الثاني تعرف تجاوب وهذا، ومتعود على نمط السؤال لان انا قايل لكم اياه، شوفه بالقناه عشان ما راسب كل المواد. انا هم يعني نزلت كل المواد بخصوص الثالث متوسط وختمتها البارحه. يعني اي ماده ببالك تقدر تدخل على القناه وتشوفها وراح تستفاد منها. ولهنا انا وصلنا لنهايه الفيديو، وكل التوفيق ان شاء الله. لازم تشتركون بالقناه واشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني، ومع السلامه.